هنعمله اسرع طريقة كده للحمة، طريقة سهلة جدا لو مستعجلة كده ولا حاجة. طبعا بقطع الفلفل الكوبي، لقيت فلفل كوبي جواه. حتة لحمة كده حلوة بدل ما نشوها يعني لو مستعجلة ونضيع وقت هنعملوها في الكيسة. طبعا انا جايبة حتة لحمة حلوة اوي بتاعت شوي، بس طبعا انا هعملها في الكيسة عشان خاطر كنت بعمل كذا حاجة، فانا مش عاوزة اقف يعني كتير في المطبخ، فعملته كله في قلب الكيسة. طبعا حطيت فلفل اسود وسبع بهارات وبهارات للشوي وملح وبابريكا. دي البهارات اللي انا حطيتها. ادعكم كده كويس اوي مع بعض، وبعد كده اجيب شريح ليمون اخد ميته واحطهم برضو كام كده شريحة ليمون. طلعت طعمها جميل جدا وخفيفة وما خدتش معايا وقت خالص. انا كده كده كنت مشغله الفرن، فقلت بالمره بدل بقى ما اعمل كذا حاجه يعني اعملهم كلهم مع بعض. دي برضو ميه بصل وحطيت فيها دبس رمان، وهنا برضو كنت حاطه حته توم فريش. دي ميه البصل بس برضو هاخد بيتها لان انا مش هحط ميه خالص، انا كلها كده هتبقى في قلب بعضها. هنا طبعا لو مستعجله ولا حاجه بدل ما توقفي بقى وتشوي، دي طريقه حلوه جدا وبتخلي اللحمه دايبه قوي وطعمها جميل. وطبعا البصل والخضار ده طبعا يعني تاكليه بقى مع الرز، يعني جميل. عايزه بقى تحطي برضو مع بطاطس حطي، بس انا كان عندي يعني اكل فما حطيتش. انت لو عايزه تضيفي معاه بطاطس حطي، عايزه تضيفي معاه اي خضار جميل جدا هتبقى حلوه قوي ومش هتاخد سوا خالص. هتدعكي طبعا حته اللحمه مع التتبيله دي، احط اللحمه كلها. وطبعا لو هتسيبي بقى اللحمه مع التتبيله دي شويه هتبقى حلوه جدا وهتديكي طعم ممتاز يعني. بس طبعا انا بحاول ادعك اللحمه مع الخلطه عشان خاطر كلها تاخدوا من نفس الطعم. وطبعا كده كده انا لما ارصه في الكيسه هحطها برضو طبقات اللي هي تاخد الطعم كله وريحه، وهسيبها شويه اللي هي تتبل. بس طبعا لو عملتيها تسيبيها ساعتين تلاتة، بس طبعا انا الوقت عندي ضيق ما سبتهاش كتير، بس طلعت طعمها تحفه يعني. ودي كام خرطة بصل حطيتهم برضو، ودي بقيت مية البصل اللي انا كنت سايباها. هسيبها كده بس شويه وبعد كده هحطها في قلب الكيسه واحطها في الفرن مع بقيه اكل. يبقى انا كده موقفتش خالص في المطبخ وعملت احلى اكل وطريقه سهله جدا وما خدتش وقت خالص يعني. يا دوبك طبعا كنت مقطعه الخضار والطماطم فما خدش معايا وقت يعني. بس طبعا ريحه بقى وطعم وما خدتش سوا خالص، يعني فعلا اكل المستعجلين يعني. كنت سايبه كام خرطة بصل كده عشان احطها من تحت. ناكل الخضار بقى ده تاكليه مع الرز وطبعا بيبقى طعمه تحفه. تبتدي بقى ترصي اللحمه تحطيها بقى طبقات كده فوق بعضها، وبعد كده اربط الكيسه واخرمها واحطها في قلب الفرن، فهتديكي طعم جميل جدا. وفي النهايه ما خدتش وقت خالص في المطبخ يعني. يعني بقى مستعجله بقى في رمضان، حرانه بقى برضو مش عايزه تقفي في المطبخ. طبعا الكيسه دي بتنجز يعني بتديكي السوى اللي انت عايزاه في وقت قليل جدا وبتخلصي اكلك على طول يعني. بس يا حبيبي كده خلاص انا رصيت اللحمه رصيتها كلها كده طبقات. انا بقلب بس لو في حاجه عشان خاطر يبقى الخضار وميته شاربه اللحمه كلها. انا حبيبي خلاص عجبته ادخله الفرن. السكرية دي طلعت طبعا من الفرن، آه، وطبعا وقدمته بقى مع الاكل اللي انا كنت عاملاه. كنت عامله رز معمر وعامله بط وعامله اللحمه، وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمه الله.